قبل ما يورو 92 تبدا باسابيع كان كل منتخب في اوروبا بيقفل اخر استعداداته للبطوله، تدريبات، معسكرات، خطط، وكل منتخب عارف طريقته كويس. لكن بعيد عن الصخب وفي زاويه ما فيهاش كاميرات اطلاقا، كان منتخب الدنمارك عايش حياه طبيعيه جدا. اللعيبه في اجازات، شويه منهم مع العيله وشويه منهم بيصيف، مفيش اي حد في دماغه البطوله. ليه؟ لانه طبيعي المنتخب المتاهل من مجموعتهم هو كان منتخب يوغوسلافيا. لحد ما قبل اليورو باسبوعين تقريبا اتخذ قرار هز اوروبا كلها، اخبار عاجله بتتصدر القنوات، يوغوسلافيا خارج البطوله بسبب الظروف السياسيه والحرب. والسؤال اللي جه بعدها غير التاريخ، مين هياخد مكانهم؟ الإجابة كانت الدنمارك. اتصلوا بالمدرب ريتشارد مولر نيلسون وبلغوه إن الفريق عنده كام يوم بس ويروح السويد. المدرب نفسه اتفاجئ، ما كانش مصدق. اللعيبة اتلموا بسرعة، شوية منهم كانوا في البحر، شوية من عيلتهم، شوية صحوا من النوم. مفيش خطط، مفيش استعداد، ومفيش توقعات. العالم كله شايف إن الدنمارك مجرد ضيف مؤقت، مجرد فريق هيكمل العدد وخلاص. لكن اللي محدش كان يعرفه إن اللحظة دي كانت بداية أكبر قصة أندردوج في تاريخ كرة القدم. قصة بدأت بصدفة وهتنتهي بمعجزة، وهنا تبدأ بقى الحكاية. أول ما الدنمارك وصلت السويد الدنيا كانت مختلفة تماما. منتخبات جاية بخطط ومعسكرات جاهزة وتحضيرات شهور، والدنمارك فريق لسه بيستوعب اصلا انهم في البطوله. المدرب ريتشارد مولر نيلسون جمع اللعيبه وقال لهم بصوت ثابت محدش مستني مننا حاجه، وده احسن خبر. الناس ضحكت، لكن المدرب كان بيتكلم بجد، لان الضغط الوحيد اللي كان على الفريق هو مفيش ضغط اصلا. الماتش الاول قدام انجلترا منتخب تقيل، اسماء كبيره، وده غير ان الانجليز اصلا من زمان ما بيهزروش في اليورو. وده على فكره كان اول فيديو عملناه على القناه لعنه الانجليز في اليورو، تقدروا تروحوا له دلوقتي. ما علينا يعني نكمل. لكن الدنمارك نزلت الملعب بروح غريبه، روح الفريق اللي مش بيحارب عشان بطوله، لا، الفريق اللي بيلعب عشان يثبت انه مش اقل من حد. والنتيجه تعادل سلبي. ماتش شكله ممل، بس بالنسبه لهم كان كنز، نقطه عمرها ما كانت في الحسبان اصلا. بس بعدها جت اللطمه، ماتش السويد خساره 1-0، والاداء عادي جدا لدرجه تخوف. الجماهير بدات تتاكد ان الدنمارك جايه تشيل وترجع. اللعيبه رجعت الاوضه ساكتين، مفيش كلام، بس في سؤال واحد بيلف في دماغ كل واحد، هو احنا جايين نشارك ولا جايين نعمل حاجه بجد؟ في اللحظه دي ظهر راجل واحد في الصوره، مش هداف ولا نجم اعلام ولا لاعب مهاري، لا، حارس كبير صوته اعلى من كل الناس، بيتر شمايكل. دخل عليهم وقال جمله بسيطه بس غيرت اتجاه البطوله كله. قال لو هنخرج نخرج ورجولنا قدام، لو هنكمل نكمل واحنا مؤمنين اننا نقدر. كان فاهم ان الماتش الجاي قدام فرنسا اللي كانت واحده من اقوى فرق اوروبا ساعتها، واللي اي حد بالعقل هيقول ان مفيش فرصه للدنمارك اساسا قدام فرنسا. بس الدنيا بقى خاصه في الكوره ما بتمشيش بالعقل، خصوصا لما يبقى الفريق كله حاسس ان ما عندوش حاجه يخسرها. نيلسون جمع اللعيبه وقال لهم ده ماتش حياه او موت، مش البطوله، لا، لنفسك. ونزلوا 90 دقيقه اللي بعدها ما كانتش ماتش، كانت انتفاضه. الدنمارك لعبت كانها فريق جديد، ثقه، شجاعه، جري بدون خوف اطلاقا. سجلوا، فرنسا ردت، والدنمارك رجعت تاني. وفي الاخر صفاره الحكم اعلنت المفاجاه، الدنمارك 2 وفرنسا 1. ملعب ولع واوضه اللبس ولعت، مش فرحه بس، لا، لحظه وعي، لحظه فاهم فيها كل لاعب انهم مش جايين يكملوا العدد، انهم مش البديل، انهم فريق دخل البطوله من الباب الخلفي بس ماشيين ناحيه الباب الكبير، باب التاريخ. ومن هنا بدا التحول، وبدات اوروبا كلها تسال نفس السؤال، هو ايه اللي بيحصل ده؟ اللي جاي كان اعجب واكبر واقوى مما حد يتخيله اصلا. بعد ما الدنمارك عدت فرنسا الدنيا كلها اتقلبت. الاعلام الاوروبي بدا يتعامل معاهم كحكايه لطيفه، قصه جميله بس هتنتهي هنا. ليه؟ لان اللي مستنيهم في نص النهائي مش اي حد، هولندا، المنتخب اللي واخد البطوله اللي فاتت، المنتخب اللي عنده ماركو فان باستن، رود خولت، رايكارد، اسمها تخوف اي فريق. منتخب كامل، خبره، قوه، سحر، كل حاجه. وعندك منتخب الدنمارك، فريق اصلا داخل البطوله بالصدفه. قبل الماتش قرايه الناس كلها كانت شبه مؤكده، هولندا هتكسب وهتكسب بسكور. لكن الليله دي ما كانتش ليله كره قدم بس، كانت ليله جنون وايمان وروح. لحد النهارده مش مفهوم اصلا هي جت منين. من اول دقيقه الدنمارك ما استخبتش، بالعكس هي هاجمت اصلا، وفي حركه مش مفهومه قدروا يسجلوا. جون جونسون بيشوط صاروخ 1-0 للدنمارك، الاستاد اتصدم والدنمارك اتصدمت اكتر. هولندا حاولت ترجع، ضغطت، لعبت، دوختهم، لكن الدنمارك كانت بترد برجوله. وبهدف تاني هنريك لارسن يخلي النتيجه 2-1 بعد ما هولندا رجعت بهدف. الحكايه بقت غير منطقيه اصلا، فريق المفروض ما بيلعبش بيقود حامل اللقب، لكن هولندا ما بتموتش بسهوله، ضغط 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 لحد ما جت الدقيقه 86، ركنيه زحمه وناس بيركامب يخطف هدف التعادل 2-2. الدنمارك اتصدمت. قبل النهايه ب4 دقايق حلمهم كله بيقع، والتاريخ بيقول هولندا لما بترجع بتخلص. دخل الوقت الاضافي واللعيبه مرهقه، الدنمارك بتلعب نص ساعه على اعصابها، على قلبها، على اخر نفس عندها اساسا. وشمايكل واقف في الجون كانه حائط صد، يتصدى، يزعق، يرفع الفريق حرفيا بصوته وايده ونظراته. اعتقد لو حد مكانهم كان 100% هينهار، لكن الدنمارك ما انهارتش. يعدي الوقت الاضافي وتيجي اللحظه اللي بتخوف اي منتخب، ركلات الترجيح. في اللحظه دي الكاميرات راحت على واحد بس، ماركو فان باستن، ملك الهدافين، واحد من اخطر رجاله اوروبا. الاستاد كله واقف على رجل واحده بيتفرج وهو بيجهز الكوره، وشمايكل ثابت ما بيرمش، فان باستن بيشوط وشمايكل يطير ويصدها. سكوت، لحظه مجنونه، الاسطوره بتقع والمعجزه بتبدا تكمل. الدنمارك بعدها تسجل وتهزم هولندا وتمشي للنهائي. طبعا فرحه جنونيه. بعدها مفيش حد بيتكلم، مش عشان مش مصدقين، عشان كل واحد فيهم فهم ان اللي حصل ده اكبر من مفاجاه. ده كان اعلان كده رسمي ان الدنمارك مش جايه تشارك، دي جايه تكسب. الصحافه في اوروبا ما عادش عندها رد، الجماهير السويديه بدات تشجعه، والعالم كله بدا يتهيأ لفكره غريبه جدا، الدنمارك ممكن تكسب اليورو. والليله دي اتولدت الاسطوره، وصلت الدنمارك للنهائي، ومش بمفاجاه، لا، بانجاز. لكن اللي مستنيهم في اخر الطريق كان الوحش الحقيقي، المانيا، بطل
العالم سنه 90، اقوى فريق في اوروبا، منتخب ما بيخسرش بسهوله ولا بيتهز ولا بيتاثر. ده غير ان المانيا بالذات عندها سمعه انها ما بتخسرش في النهائيات. قبل الماتش العنوان المكتوب في كل الجرايد كان واحد: القصه الجميله هتنتهي هنا. جمهور كتير جاي يتفرج على تتويج المانيا مش على معجزه جديده اطلاقا. كانت الدنمارك كانت عايشه في عالم تاني. المدرب مولر نيلسون جمع اللعيبه وكان قاعد بقى يقول الجمل التحفيزيه دي اللي هو: لو اتكتب علينا نخسر واحنا بنجري، ولو اتكتب علينا نكسب محدش في الدنيا هيقدر يوقفنا. نزلوا الملعب واول 10 دقائق كانت صدمه. المانيا هجوميا مرعبه، ضغط، تسديدات، اختراقات، والدنمارك بتدافع باخر نقطه عرق عندها لحد ما تحصل اللحظه اللي محدش كان متوقعها اطلاقا: هجمه مرتده، كره بتتوزع توصل لجون جونسون اللي يضرب صاروخ يخترق مرمى المانيا. 1-0 للدنمارك. الاستاد اتجمد، الكاميرات على وجوه الجماهير الالمانيه، محدش فاهم، لكن المانيا ما بتهزرش. اتحولت لموجه، ضغط مستمر، وشمايكل كان واقف في الجون كانه جبل، يتصدى لتسديده واثنين وثلاثه، وكل تصدي كان بيقرب الدنمارك خطوه ناحيه المستحيل. وصلنا الدقيقه 78 والارهاق كان واكل الفريق كله. اي فريق تاني كان هيستسلم، لكن الدنمارك كانت شايله حاجه اكبر من المجهود، شايله الحكايه ذات نفسها. هجمه، تمريره، اختراق، الكره توصل لكيم فيلفورت، اللاعب اللي كان بينزل ويرجع بيته في نص البطوله عشان بنته المريضه، اللاعب اللي طلع الملعب وهو شايل هم اكبر من الكره اصلا. اللاعب ده بيشوط شوطه وتسكن الكوره الجون. 2-0 اكبر معجزه في تاريخ اوروبا. المانيا خلاص وقفت، مفيش رد فعل، مفيش حلول، مفيش تفسير، والدنمارك كانت بتدافع عن حلم امه كامله دقيقه ورا دقيقه لحد ما جت اللحظه. صفاره الحكم: الدنمارك ابطال اوروبا. بعد ما الدنمارك رفعت الكاس الدنيا كلها وقفت. الاستاد كان صوته عالي بس اوروبا كلها كانت ساكته عشان اللي حصل مش مجرد نتيجه، ده انقلاب على المنطق اصلا. ايوه، فريق ملحوق جاي من الشط من غير معسكر، من غير تخطيط، من غير توقع واحد، بيرفع اهم كاس في القاره. بس عشان تفهم قيمه اللي حصل ده كمان لازم تبص على البشر اللي جوه التيشيرت مش التيشيرت ذات نفسه. لو في حد بيمثل 92 اكتر من اي حد فهو كيم فيلفورت. الناس النهارده بتفتكره اللي سجل هدف النهائي، بس محدش بيشوف اللي وراه. فيلفورت كان عنده بنت صغيره كانت بتحارب السرطان وهي في المستشفى. الراجل ده كان كل يومين يسيب المعسكر يروح يشوف بنته، يطبطب عليها، يرجع تاني قبل الفجر ويلبس الشورت وينزل التمرين. هو على فكره نفسه اعترف انه ما كانش قادر يركز، ما كانش قادر ياكل، ما كانش قادر ينام، لكن رغم ده كله المدرب طلب منه حاجه واحده بس: لو حسيت انك تقدر تكمل كمل، ولو ما قدرتش انا برضو معاك. وفي النهائي لما الدنيا كانت ضلمه والضغط كان بيخنقهم والالمان بيهاجموا ب 20 راجل، الكره وقفت قدامه لحظه هاديه وسط كل الضوضاء دي، لحظه لاعب شايل قلم مش شايله اي حد تاني في الملعب اصلا. اخد خطوه وسدد والكره دخلت. الملعب كله صرخ، بس هو كان بيجري بيبص للسما، مش عشان هدف، عشان وعد. كان بيلعب عشان حد اهم من البطوله دي اصلا كلها. الكره ساعات بتدي ناس لقب وساعات تانية بتدي ناس معنى، وفيلفورت خرج من البطوله دي مش بطل، خرج منها انسان اتخلد اسمه. دلوقتي بقى نتكلم عن راجل ما كانش فيه الحسبان اصلا: ريتشارد مولر نيلسون، المدرب اللي اوروبا كلها كانت بتقول له لا. المدرب ده عادي جدا نعمله حلقه لوحده زيه زي فيلفورت بالظبط. راجل بسيط مش مشهور، اترفض من الاتحاد، اتهاجم من الصحافه، اللعيبه نفسها اصلا ما كانوش مقتنعين بيه. قبل اليورو بسنه كانوا عايزين يشيلوه، كان في ناس بتضحك لما اسمه يتقال، كانوا بيقولوا عليه مدرب بلا هيبه وبلا سي في وبلا هاله. بس اللي محدش عارفه ان نيلسون كان عنده حاجه اهم من كل ده: اصرار وذكاء وضوء قاتل. كان عارف ان فريقه اقل من المانيا وهولندا، كان عارف ان التحضير صفر، وكان عارف ان كل الظروف ضده، فقال لنفسه: لو ما قدرتش اكسبهم بالعناصر اكسبهم بالروح. جمع الفريق وحرفيا اكلهم افكار بسيطه: دافع كويس، اضرب بالمرتده، استغل اللحظه، واعمل اللي عليك وسيب الباقي للقدر. وهو على الدكه ما كانش بيزعق ولا بيعمل شو، كان ثابت، بيبتسم، بيطبطب على اللعيبه وبيعدل تفاصيل صغيره، تفاصيل هي اللي خلت الدنمارك تعمل المستحيل. بعد البطوله الناس اللي كانوا بيضحكوا سكتوا، واوروبا كلها بقت تتعلم من الراجل ده اللي ما كانوش المفروض يكون مدرب اصلا. ودي قوه انك تصدق في اللي بتعمله حتى لو العالم كله ضدك. يا سلام بقى على الحكم والمواعظ. نخش دلوقتي عن بيتر شمايكل. فلو الدنمارك كانت معجزه فشمايكل كان المعجزه جوه المعجزه. النهائي كانت مباراه حياته، تصديات من زاويه مستحيله، الكرات المانيه لو كانت دخلت كانت القصه كلها اتقلبت. لكن الماتش واللقطه اللي هتفضل محفوره له هو البيلم بتاع ماركو فان باستن في نص النهائي. فان باستن قائد اسطوره، مكنه، واقف على نقطه الجزاء والاستاد كله شايف اللقطه والتاريخ كله شايف اللقطه. شمايكل واقف عينيه ثابته وكانه بيقول له الكوره انت مش هتدخلي، بس هو طار وصد وكتب واحده من اعظم اللحظات في تاريخ اليورو. بعد الماتش قال كلمه واحده بس: ما كانش عندي خطه، كان عندي احساس. الاحساس ده هو اللي خلى الدنمارك تعدي هولندا وتروح للنهائي وترفع الكاس. الدنمارك ما كسبتش بطوله، الدنمارك غيرت معنى كلمه بطوله. من بعد 92 مفيش فريق صغير دخل بطوله الا وقال لو الدنمارك عملتها احنا كمان نقدر. الدنمارك غيرت مفهوم الكوره، خلت اللعبه دي واكدت على النظريه دي ان دي لعبه ناس مش لعبه العمالقه، لعبه القلب مش الورق، لعبه الروح مش الاسماء. وخلت العالم يفهم ان اللحظه اللي محدش بيصدقك فيها هي اللحظه اللي ممكن تعمل فيها اعظم حاجه في حياتك. ودي كانت حكايه منتخب ما كانش المفروض يكون موجود، بس لما دخل قلب اوروبا فوق تحت. الاخر لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك، سبسكرايب، الحاجات الحلوه دي، ويلا سلام.